نار. بيديها عشان خاطر عشان الفلتر ده فيه رواسب. ايه؟ فيه زي رواسب شوايب وكده. شوايب وكده، وهو كده كده اصلا ورقي عادي. والتيست بتاع الخشب ما يفرقش تحت. مفيش أدنى مشكلة في حاجة. شوف اللي أنا بعمله ده اسمه تامبينج. في أنواع تانية، أنت ممكن تحط القهوة بالنوع تبقى اسمها بلومينج. دي بتستخلص الغازات في القهوة، ودي بتطلع التيست اللي هو الأسيديتي. الأسيد ده الأسيد اللي فيه بتطلع ثاني أكسيد الكربون في القهوة. بتديك قهوة طبعا يعني كويسة. إيه؟ بتديك قهوة كويسة. مش حكاية قهوة كويسة، هو الاستخلاص البي 60 بقى فيه ناس ماشية على إن هو مثلا 4 صبات و3 صبات و5 صبات عادي، إنما ال3 صبات اللي على حسب الريشيو بتاع الاس سي اي. السي دي تكريشن مقترح، يبقى 3 صبات. الاس سي دي منظمة القهوة العالمية. هو عامة القهوة عامة ما فيهاش ثوابت، فالريشيو اللي هيعمل لك ده ريشيو مقترح، يعني عايز تمشي بيه امشي بيه، مش عايز تمشي بيه مفيش أدنى مشكلة عادي. ممكن يجي معاك وممكن لا، يعني هو مش بيمشي على كل القهاوي عادي. مش مع كل القهاوي بالظبط، ومش فرض تمشي عليه. مش فرض. فاهم؟ فكده اول صبه بتطلع ايه؟ بلومينج بتطلع الغازات اللي في القهوه او الاسيديتي. تاني صبه بتبقى اسمه ده سكند بور، دي بتبقى بتطلع البودي في القهوه. البودي بتاعها انا سرحت كده. والفليفر نوتس في القهوه. الفليفر نوتس بتطلع في الصبه التانيه. معاك ورق أو احنا بنصب كل 30 ثانية. كل 30 ثانية؟ ده برضه في الريشيو المقترح، ممكن تصب قبل كده عادي، بس احنا هنا بنشتغل على ريشيو واحد، فاهم؟ بحيث ان كلنا نطلع نفس التيست وما يبقاش فيه تيست مختلف. وحاجة كمان برضه، فمستوى الصب بتاعك مستوى الصب يعني ما ينفعش تنزل كده، ما ينفعش يكون هتعمل اضطراب في القهوة. صح. لازم تلفها. لا مش حكاية تلفها، هو ممكن تعمل كده وانت لاففها كده برضه هتعمل اضطراب. الفكرة نفسها ان انت المستوى واطي، فاهم؟ انت المفروض بتبدأ من هنا تعليم يعني من 5 ل 10 سم. 5 ل 10 سم، انما كده يعمل اضطراب، كده يعمل اضطراب، كده يعمل اضطراب، فاهم؟ فهي ليها مستوى.